بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أم مصطفى وده مطبخي وصفات وأصناف. لو أول مرة تشوفوني ما تنسونيش لايك والاشتراك في القناة عشان نعمل مع بعض وصفات حلوة كتير إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض الدوناتس بطريقة حلوة وجميلة وناجحة جدا. ندخل الفيديو بتاعنا ونسمي ونصلي على رسول الله ونشوف عملنا الدوناتس الجميل قوي ده ازاي. دولت 4 كوبايات ونص دقيق. المقادير بتاعتنا: كوباية وربع كوباية مية دافية، ربع كوباية زبادي أو علبة زبادي، وعندي هنا معلقة سمنة، معلقة سمنة كبيرة، وعندي هنا تلت كوباية سكر بمقدار الكوباية ديت اللي هي بتاعة المية بالشكل ده. وطبعا كل معياري مقايساه على الكوباية دي. وعندي 4 كوبايات ونص دقيق، وعندي حبيتين بيض، وعندي معلقتين كبار لبن بودر، وعندي هنا محسن خبز، وعندي خميرة، وعندي ملح، باكت خميرة ومعلقة محسن خبز وذرة ملح. هبدأ ان انا اعمل تيست الخميرة بتاعي. نزلت بربع كوباية مية دافية مع معلقتين سكر من نفس المقدار، ونزلت عليهم بباكت الخميرة واعملهم تيست الخميرة بتاعي علشان اضمن ان الدوناتس بتاعي او العجين بتاعي يكون ناجح ويخمر بسرعة. ضفت كل المقادير الجافة على الدقيق، الملح والسكر واللبن البودر بالشكل ده، ونزلت عليهم. وضفت برضو كمان، معلش انا اسفة، معلقة فانيليا علشان البيض. وبدأت ان انا اخلط المكونات كلها الجافة مع بعضها كده، ونزلت بالبيض على الدقيق بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وهبدأ ان انا اخلط المقادير مع بعضها بالشكل ده. ونزلت بالخميرة بتاعتي، طبعا تست الخميرة بتاعتي ناجح جدا بالشكل ده كده. علشان اضمن ان العجينة تبقى ناجحة معايا لازم اعمل تست الخميرة ده، وان العجين يخمر معايا بسرعة، وخصوصا واحنا في الدنيا الجو بارد. بدأت ان انا اخلط كل المكونات الا ما عدا السمنة او الزبدة. طبعا معلقة سمنة كبيرة بمقدار ربع كوباية من اللي هي كوباية الكوباية دي. عندي هنا نزلت بالزبادي. الزبادي بيدي هشاشة وجميلة قوي قوي للعجين في الدوناتس. نزلت كده بمقدار باقي مقدار المية. طبعا ما ضفتش المية كلها مرة واحدة لان في دقيق بيقبل سوائل ودقيق لا. ونزلت كده بالعجين. طبعا بعجن العجينة. طبعا العجينة بتلزق في ايدي لان هي عجين فيها سكر. فطبعا عجينة السينابون وعجينة الدوناتس دايما هما بيلزقوا كده. طبعا نزلت بباقي المية عندي، مش هحتاج مية تاني لان مقاديري مظبوطة. ومش هحط السمنة الا الاخر. طبعا العجينة بتلزق معايا. انا نزلت كده بالسمنة او الزبدة اللي عندي، ونزلت فيها بالعجين كده زي ما انتم شايفين. عجنتها حوالي كويس جدا، حوالي 7 دقايق بالشكل ده. وهبدأ بقى ان انا ايه، طبعا هحطها في اعجنها كويس جدا، وبعدين احطها في طبق في مكان دافي واغطي عليها كويس جدا بالشكل ده. عجنتها ما شاء الله بتلزق بس ما لزقتش في ايدي، ده معناه ان عجينتي كده كويسه وناجحه معايا. هبدأ ان انا اغطيها واحطها في مكان دافي. وهاجي بقى ايه اعمل الكريم باتيسير بتاعنا لمعلقه نشا كبيره ونص كوبايه سكر وعندي فانيليا وعندي ذره ملح. هضيف بقى كوبايه لبن على المقادير دي كلها، على السكر والنشا والبيض والفانيليا هضيفها الاخر. وحطيت طبعا ذره خل صغيره عشان برضو الزفار. وبدأت بقى قلبتهم على البارد كويس جدا، وبعدين رحت بهم رفعتهم على النار لحد ما تماسكوا مع بعض. وطبعا ايه فضيتهم في طبق زي ما انتم شايفين، وغطيته بكيس بلاستيك علشان وشه ما ينشفش. ونروح بقى على العجين بتاعنا علشان نشوف العجين بتاعنا ما شاء الله عليه برضو خمر اهو بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا انزل بالعجينة بتاعتي كده على الرخامة، هفرش تحتها دقيق، ارش تحتها دقيق، وبعدين اقطعها اقسمها قطعتين بالشكل ده. هغطي قطعة منهم ترتاح، وابدأ في القطعة الاولانية. طبعا هعمل قطعتين، هعمل دوناتس مقفول اللي هو هيتحشي، وهعمل الدوناتس المفتوح. هنبدأ نفرد في العجينة كده. طبعا فردتها كده بالمردانة او بالفرادة زي ما انتم شايفين، وابدأ بقى بالقطعات كده زي ما انتم شايفين.
هعمل شكلين، اللي هي المقفولة، وهعمل ايه اللي هي نشكلها بالقمع الحلواني الصغير ده عشان نخرمها من النص. نزلت بقى العجينة بتاعتي، طبعا كل ما الم عجينة من بعد القطع بمسكها ان انا اكورها تاني واسيبها تختمر وترتاح وارجع افردها تاني لحد ما انا خلصت الكمية بتاعتي كلها، ما هدرتش اي عجين خالص بالشكل ده. وعملت العجينة برضو المقفولة بتاعتنا، قطعتها نفس القطع ديت، بس انا ما فتحتهاش من النص عشان هنحشيها. نزلت على كل العجينة بس ديت الدوناتس اللي عندنا اللي انا ما فتحتهاش من النص، قطعتها بالقطعات بس ما فتحتهاش من النص. ابدأ بقى بباقي العجين بتاعي ان انا افرده بالشكل ده. كده انا طبعا فردت، حطيتهم على صواني علشان يرتاحوا، والباقي انا فردته على الرخامة زي ما انتم شايفين. لازم يرتاحوا نص ساعة عشان لما احطهم في الزيت يبقوا واخدين حقهم كده في الخمر ويطلعوا جمل ومنفوشين كده. نزلت بالكريم باتيسير بتاعي وحطيت عليه معلقة جبنة كريمة حلويات، وحطيت عليه معلقة حليب مكثف محلى، وفكيته بفنجانين لبن حليب. طبعا كده بالشكل ده ضربتهم بالمضرب لحد ما راحوا قوامهم ناعم زي ما انتم شايفين، وجبت نص الخليط اللي هو عملت الصوص الابيض اللي هنحشي بيه الدوناتس المقفول. نص الخليط في كيس كده في كوبايه زي ما انتم شايفين، وهحطه هقفل الكيس عليه علشان نعرف نحشي بيه ايه الدوناتس المقفول بتاعنا بالشكل ده. وجيت كده بقى على على باقي الخليط وحطيت عليه معلقتين كاكاو اسباني خام من غير سكر، لان طبعا الباتيسير بتاعي انا حاطه عليه سكر وانا بعمل، او كريمه الحشو. حطيت معلقتين كاكاو اسباني لان ريحته جميله قوي قوي قوي، بجيب الكاكاو الاسباني الغامق. وجيت كده زي ما انتم شايفين ضربته بالمضرب هو ده كمان، وطبعا ايه عبيته في كيس زي ما انتم شفتوا كده وربطته عشان نحشي بيه ايه الدونس بتاعنا. كده انا سخنت الزيت على درجه حراره عاليه، وبعدين هديت النار على الزيت خليتها وسط، ونزلت بالدوناتس المقفول بتاعي الاول لان هو كان اول حاجه انا قطعتها. وهبدأ واحدة واحدة كده على النار بحيث ان انا ما اسيبش البوتاجاز خالص، تفضل ايدي كده في الطاسة علشان الدوناتس ما يتحرقش مننا. طبعا ما شاء الله تبارك الله، شوفوا نفش ازاي. طبعا انا جيت افتحه بعدها لقيت قلبه فاضي جدا 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 وجميل ومستوي، وبصراحة ناجحة جدا جدا الطريقة دي معايا. ان انا ضفت لبن مكان المية الحليب اللي هي كوباية الحليب، لا ما حطيتش حليب، حطيت علبة زبادي صغيرة وحطيت مكان كوباية الحليب كوباية مية. ونزلت كده طبعا حمرته، بقيت اضغط عليها شويه كده في الزيت عشان كل الجوانب تحمر، ما يبقى الفواصل اللي هي في الجنب دي بتبقى بيضه كده. فانا حبيت ان انا يعني ايه الدونات هي تبقى كلها ما شاء الله واخده اللون الذهبي من كل الجوانب بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. وطلعت العجينه معايا ما شاء الله هشه ومنفوخه كده وناجحه وجميله بالشكل ده. كده انا طبعا خلصت الكميه اللي عندي من المقفول، من الدوناتس المقفول اللي هنحشيه. هاجي بقى على الدوناتس اللي انا ايه هخرج ده من الزيت، وهاجي بقى على الدوناتس المفتوح اللي احنا عاملينه بتشكيلينه بالقمع بالشكل ده. هنزل بقى عليه كده بالزيت، هحمره طبعا كله بالشكل ده. وطبعا ايدي فيه برضو علشان ما يتحرقش مني بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. طبعا هخرجه بقى من الزيت، ما شاء الله خد اللون اللي انا عاوزاه، كده لونه جميل قوي قوي قوي. خرجته كده بقى كله على ورق معلش بقى اسفه، انا جبت مذكرات بنتي وقلبتها على ظهرها كده، وقلت ان انا عشان ما كانش فيه مناديل متاحه ساعتها. طبعا شرب باقي الزيت، هو ما شربش زيت كتير، الزيت اللي شربه نزله على الورق زي ما انتم شايفين كده، وكانت عجينه هشه وجميله وخفيفه جدا. وبدات ان انا احشيه بالكريم باتيسير الابيض اللي عندي، واللي حطيت عليه شوكولاته او حطيت عليه كاكاو بالشكل ده. وجيت هنا بقى جبت الكريمه اللي عندي، جيت حطيت كريمه عندي من اللي انا مسيحاها للدوناتس،
في كيس كده، وبدأت ان انا ايه ارش، اعمل شكل تجميلي عليها. برضو انت وذوقك، عايزه تروحي حطي سكر حطي، تنعمي السكر وتحطيه عليها كده براحتك، زيني بالشكل اللي انت عاوزاه، لان كل واحده بتعمل هي وذوقها في بيتها. طبعا جيت هنا بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده، ما شاء الله. شوفوا الدونسية ما شاء الله سمكها، وشوفوا نجاح عجينتها جميل ازاي، بصراحة روعة روعة. انا راضية جدا عن النتيجة ديت، ان انا كنت بدور على طريقة للدوناتس يكون منفوخ وجميل كده بالشكل الجميل ده. وطبعا عندي هنا شوكولاتة انا مسيحاها على حمام مية، حطيتها كده في اطباق كده على حمام ميه، ونزلت بقى ايه بالدوناتس. طبعا عشان الجو برد، فالشوكولاته السمراء معايا جمدت فعذبتني شويه، بس مش مشكله، هي طلعت جميله برضه. انا بس حبيت اوريكم ان قد إيه عجينه الدوناتس الناجحه مش اكتر، وانت وذوقك في التزيين. وانا عارفه ان كلكم ما شاء الله ذوقكم جميل. طبعا عملت العجينه اللي عندي كلها، الدوناتس اللي عندي كلها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بقيت ان انا احط واحده في الشوكولاته البني وواحده في الشوكولاته البيضاء. وطبعا عملت الكميه كلها وخلصتها. طبعا والله يعني انا مش عايزه اقول لكم ما شربش زيت خالص، هتجربوا الطريقه ديت فعلا وهتلاقوها ناجحه جدا جدا جدا، وطعمه روعه وريحته جميله 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 جدا. طبعا كده انا خلصت الدوناتس بتاعي. بسم الله ما شاء الله. شوفوا هفتح لكم بقى واحده كده اللي هي محشيه شوكولاته بيضه. بسم الله ما شاء الله. شوفوا قلبها مفرغ وجميل ازاي، ودي بقى ناجحه جدا جدا. ودي بقى اللي هي احنا عملناها بالقطعه كده بالشكل الجميل ده، ما شاء الله تبارك الله عليها اهي. طبعا الجو برد والشوكولاته نشفت عليها بسرعه جدا، طبعا انا بشغلها والجو بيشتي بره. كده خلصنا الدوناتس بتاعتنا. يا رب النهارده يكون الدوناتس بتاعنا عجبكم. ان كان عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. بحبكم في الله. السلام عليكم.